اهلا بيكم. علشان كتير منكم بيشتكي انها بتفك في الصلصه ومش متماسكه، النهارده جبت لكم الوصفه المظبوطه لكفته الرز، نسب مكونات مظبوطه جدا. وكمان انا هضيف مكون كده من عندي، يعني مش هقول سري ولا حاجه، لا هو مكون انا اعتمدته من زمان، ما بيخليش الكفته عمرها ما تفك في الصلصه حتى لو فضلت لتاني يوم، تبقى متماسكه وفي نفس الوقت طريه وليها مضغه مميزه هتعجبكم ان شاء الله لما تجربوها. هقول تريكات كتير واسرار كتير، يا ريت انتم كمان لو عندكم تريكات واسرار لعمايل كفته الرز تشاركونا في الكومنتات. ويلا بينا على طول نبدا. اول عامل من عوامل نجاح الكفته دي او النوع ده من الكفته هو اختيار قطعيه لحمه مظبوطه، واللي المفروض بتكون من الجزء الخلفي من الذبيحه اللي هي الفخده يعني، لان النسيج العضلي في المنطقه دي بيكون قوي نتيجه الحركه، فهتبقى مناسبه جدا لعمايل كفته الرز، واللحمه تكون كندوز وحمراء ومن غير دهون. نيجي لتاني مكون اساسي معايا وهو الرز، انا بستخدم لكل كيلو من اللحمه كيلو الا ربع من الرز. النسبه دي مظبوطه جدا، ما تزودوش عن كده علشان نحس بطعم اللحمه في الكفته، وكمان العجينه ما تطلع مظبوطه معانا، ما تبقاش كلها رز يعني. انا بغسل الرز كويس جدا وبنقعه ساعتين، بعد كده بصفيه على فوطه مطبخ، افرده كده على فوطه مطبخ نظيفه وافضل اقلب فيه كل شويه لحد لما ينشف تماما من الميه بالشكل اللي انت شايفاه معايا دوت. بالنسبه بقى لباقي الاضافات ركزي معايا علشان هقول على شويه تريكات مهمه. لكل كيلو من اللحمه بستخدم حبتين بصل متوسطين او بصلايه واحده كبيره، ما نزودش عن كده علشان نسبه السوائل ما تزيدش معايا في العجينه وتاثر على العجينه وتخليها طريه معايا زياده عن اللزوم. كمان بفضل استخدم البصل الابيض عن البصل الاحمر لان نسبه السوائل فيه بتبقى اقل من البصل الاحمر. بضيف برضو 8 فصوص من الثوم، وما نزودش عن كده، 8 فصوص كبار من الثوم لكل كيلو لحمه، ما نزودش عن كده علشان الكفته بتاعتنا ما تبقاش حاميه في الاكل. بالنسبه بقى للخضره انا مستخدمه شبت وكزبره خضراء، 3 حزم شبت 3 حزم كزبره خضراء، بس انا الحزم بتاعتي كانت صغيره قوي يعني. تمام، لو انت الحزم بتاعتك كبيره استخدمي 2 و2. ومش بضيف بقدونس لكفته الرز، وبستخدم الورق بس ومش بستخدم العيدان علشان العيدان بيبقى فيها ميه كتير وبتاثر معايا برضو على طراوه العجينه. بالنسبه للتوابل عندي معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وكمان معلقه صغيره من السبع بهارات او من بهارات اللحمه او اي توابل مشكله عندك بتفضليها، وانا مستخدمه المعلقه المعياريه في عيار التوابل. دلوقتي هنبدا في خطوات العمل. انا النهارده هشتغل في المفرمه، تمام. ولكن برضو هقول لك لو انت هتشتغلي في الكبه هتعملي ايه علشان لو ما عندكيش مفرمه برضو تقدري تنفذي الوصفه. مبدئيا لو هنشتغل في الكبه او في المفرمه بنطحن الاول الرز بتاعنا في مطحنه الخلاط، بنطحنه ناعم، والخلاط المفروض يكون قوي، علشان كده قلنا الرز المفروض يبقى مجفف تماما من الميه علشان ينطحن معانا بسهوله. لو هنشتغل في المفرمه بطحن الرز كده على دفعات وبنزل بيه في بوله، خلاص، وزي ما هو كده بستخدمه زي ما هو، ولا بنخله ولا اي حاجه. طيب لو هشتغل في الكبه لازم انخل الرز، يعني نخل ناعم، ان يعني اخلي الرز، يعني انا عايزه الجزء الناعم منه، بفصل منه الجزء الخشن كده وبكومه على بعضه، وبعد كده بطحنه تاني في مطحنه الخلاط وبنخله برده، ولو فضل معايا جزء خشن في الاخر بتخلص منه. ولكن بما اني انا هشتغل في المفرمه فانا رجعته تاني، انا بس بوريكم لو في الكبه هنعمل ايه. فانا رجعته تاني وهبتدي بقى اضيف باقي المكونات. بالنسبه للمكون اللي انا قلت لكم عليه وهو سميد البسبوسه يا جماعه، اللي بيخلي الكفته متماسكه جدا، عمرها ما تبوش، عمرها ما تفك في الصلصه، لو فضلت حتى والله حتى اسبوع في التلاجة عمرها ما تفك ولا تبوش ولا يحصل فيها اي حاجه، وجربيه وعلى ضمانتي. المكون ده انا معتمداه عندي وبيدي مضغه حلوه قوي قوي للكفته. باخد منه نص كوبايه السميد الخام اللي هو معلهوش اي اضافات، باخد منه نص كوبايه بضيفها لكل كيلو من اللحمه. هضيف السميد على الرز، ولو انا عشان انا هشتغل في المفرمه هضيف كل المكونات على بعض، السميد على الرز على الخضره على الثوم على البصل كمان وعليهم التوابل. طيب لو هشتغل في الكبه، باخد البصل والثوم والخضره فقط، الاول بطحنهم كويس جدا 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 في الكبه، بعد كده بضيف عليهم اللحمه اللي هي المفروض مفرومه مسبقا، او انت مشترياها من السوبر ماركت مفرومه، وبتفرميهم كويس قوي برضو مع بعض. مش بنضيف التوابل مع البصل في الكبه علشان البصل ما ينزلش ميته. خلاص، بعد كده باخد المعجون اللي انا عملته في الكبه دوت وبنزل بيه على الرز والسميد وبعجنه كويس جدا وبضيف عليه التوابل. تمام، بعد كده بديه وش كمان في الكبه علشان انعمها كويس جدا. خلاص، ده بالنسبه للكبه. بالنسبه للمفرمه انا ضفت كله على بعضه
هخلطه كله على بعضه، وبعد كده هروح بيه على المفرمه اديله وشين فرم متوسط، تمام، ووش فرم ناعم، يعني 3 وشوش في المفرمه، علشان الكفته المفروض انها تنعم كويس قوي وتنزل زي ما انت شايفه كده من المفرمه خيوط متصله. ده معناه ان الكفته بتاعتي معجونه كويس جدا. طب لو في الكبه المفروض ان انت لما بتعجني بايدك بتعجنيها كويس جدا جدا جدا، وبتديها وش كمان على الكبه وهي عجينه، تمام. الكفته المفروض تنعم كويس وتتسمغ زي ما انت شايفه كده. المفروض ان انا بريحها في التلاجة المفروض نص ساعة قبل ما اصبعها، لان هي بتبقى خارجة من المفرمة بيبقى فيها سن التلزيق كده، خلاص. فبريحها نص ساعة. ولكن انا كنت يعني اشتغلت في الكفتة دي بالليل وهصبع تاني يوم، فغطيها بكيس بلاستيك وبدخلها التلاجة لحد تاني يوم. احنا دلوقتي تاني يوم انا شكلت كل الكمية، ولكن خليت كده واحدة هشكلها معاكم. باخد العجينة ببرمها كده ما بين ايديا، بعدين برولها زي ما انت شايفة كده. ولو حابه شكلها املس يعني وشكلها حلو، روليها كده على كاتنج بورد او على يعني اي حاجه كده، بحيث تبقى شكلها مستوي وشكلها حلو. المفروض ان احنا يعني بنخليها رفيعه شويه وطويله، علشان هي بتكش برضو لما بتتحمر وبتدخل الصلصه علشان فيها لحمه يعني، خلاص. وبحطها كده على صينيه وبسيبها تتشمع في الهواء شويه، وبعد كده ببدا احمرها. دي كل الكميه اللي خرجت معايا من كيلو اللحمه. هروح دلوقتي على التحمير. طبعا بنزل بيه الزيت، زيت غزير كده في طاسه او في وok او في اي حاجه، وبنزل بسيب الزيت يسخن حراره متوسطه، وبنزل بيه الكفته بتاعتي. عايزه اقول لكم بسبب المكون اللي انا ضفته اللي هو السميد دوت، انا ممكن الكفته دي اسيبها تتشمع تحت مروحه وما حمرهاش، والله العظيم، ومش بيحصل لها اي حاجه، وبتبقى في الصلصه ماسكه نفسها وزي ما هي. عايزه اقول لكم يعني ازاي بتبقى متماسكه. فلكن احنا طبعا كفته الرز معروف ان احنا بنحمرها، تمام. فانا هنا بحمرها، ما بقربش منها خالص. اول ما بضيفها بعد كده بفضل اقلب فيها لحد لما تاخد لون واحد من جميع الاتجاهات، بيبقى ده شكلها. طبعا لا فتحت ولا اي حاجه، يعني زي ما هي، بسم الله ما شاء الله، جميله جدا جدا. مش بسيبها تسود يعني خالص. اللون ده بالنسبه لي كويس جدا، اللون الذهبي دوت. اول ما بتاخد اللون دوت بخرجها على مصفى وبكمل باقي الكميه. افتح لكم واحده كده من جوه علشان تشوفوها. طبعا يعني حوشوا الولاد من جنبكم وانتوا بتحمروا كفتة الرز عشان هتخلص كلها. انا فتحت واحدة، والواحدة دي بقى من نصيبي، يعني جميلة جدا يا جماعة. هنبتدي وانا بحمر كده، شغالة بحمر على جنب، هبتدي اعمل الصلصة للكفتة بتاعتي. باخد من زيت التحمير، تحمير الكفتة، بنزل كده بشوية من الزيت بتاع تحمير الكفتة، وبنزل بشوية من السمنة البلدي، وبنزل كده بصلاية متوسطة، عليها كده معلقة من الثوم المفروم. اول ما البصل ياخد لون كده اصفر خفيف، بنزل بمعلقه من الثوم، بقلب الثوم كده مع البصل، مش بحمر الثوم خالص، يا دوب ريحته تطلع، وبنزل على طول بالصلصه. الصلصه كميتها قد ايه لكل كيلو لحمه؟ انا دي عندي صلصه متفرزه في الفريزر، باخد منها لتر كامل، تمام. لو عصير طماطم يبقى لتر ونص من عصير الطماطم. بنزل برشه سكر، فلفل اسود، وبنزل كمان بالسبع بهارات، ومش بضيف اي حاجه تاني، يعني مش بضيف كزبره او كمون في الصلصه، تمام. بضيف بس السبع بهارات، وبضيف الفلفل ورشة السكر والملح، تمام. بسيب الصلصة دي لحد لما تغلي والمادة الدهنية كده تفصل من فوق تتسبك يعني، وبنزل عليها بمية مغلية، بحيث ان المية المغلية بتاعتي دي تبقى مغطية الكفتة بعد ما اضيفها عليها. ادي الكفتة بتاعتي طبعا الكمية كلها بعد ما حمرتها كلها وبتبقى هديت شوية وبردت، بنزل بيها في الصلصة بتاعتي بعد ما الصلصة تغلي. ضروري الصلصة تغلي ننزل بالكفتة بتاعتنا. بسيبها كده في الصلصة لحد لما تاخد غلوتين، هي طبعا مستوية، تمام. يعني 10 دقايق كده تبقى جاهزة معانا، ما بتاخدش وقت خالص. بعد كده بطفي عليها. اول ما بتغلي كده خلاص كده هي جاهزة معايا. بصوا كده، انا عايزة اقول لكم يعني شايفين كده الكفتة والواحدة بوحدتها، ولا حصل ليها اي حاجة، ولا واحدة اتكسرت ولا واحدة باشت ولا واحدة اي حاجة. انا كمان هغرفها لكم بعد ما هسيبها في الصلصة. للامانة سبتها في الصلصة والله ساعتين، تمام. بعد كده غرفتها. بنقدمها طبعا جنب رز بالشعرية او زي ما تحبوا يعني. فضلت زي ما هي، يعني زي ما هي، ولا حصل ليها اي حاجة، تمام. كده هنطفي عليها خلاص،
لو عايزه تغرفيها على طول اغرفيها براحتك، لو عايزه تستني شويه لحد لما النشا بتاع الرز ينزل كده في الصوص لو بتحبيه تقيل يعني اغرفيها بعد شويه. ده كان بعد مرور ساعتين من الكفته وهي في الصلصه. زي ما انتم شايفين كده زي ما هي متماسكه ما شاء الله. اتمنى تجربوا الوصفه وتعجبكم يا رب. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو، وما تنسوش تشتركوا في قناتي، واشوفكم في فيديو جديد قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.